وين من سنة النبي؟ حين نصلي بيك صفحة يقولوا طول، يملون من سماع كلام الله، لكن دربوك والطبل الصبح. ولاحظوا في يوم المولد يغنوا ويرقصوا ويديروا، تجي الفجر ما تلقاهمش، عشرهم ما تلقاش في المسجد. أي دليل على أن هذا باطل أكثر من هذا؟ لو كان ما يفعلونه حقا لكانوا أول الناس امتثالا لأمر النبي الذي قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، من صلى البردين دخل الجنة، حديث في صلاة الفجر. من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، من صلى العشاء في جماعة قام نصف الليل، كله في مسلم هذا، غير الحديث الأخرى. بل تحديدا صلاة العصر في البخاري حديثين يا أخوان، من أشد ما يكون. من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني فقدهم، مات أهله وماله. وبل ورد حديث أن صلاة العصر من حافظ عليها له أجران. سمعت بهذا الحديث؟ ما سمعت؟ له أجران في مسلم هذا، مع أنه في مسلم لكن سبحان الله الحديث ما هو مشهور بين الناس. وألف السيوطي رسالة اسمها مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. والسيوطي كالعادة يجمع، يعني مشهود له بالجمع، لكن يأتي بالضعيف في الموضوع، لكن حوالي 16 خصلة صحيح. طيب كيف لا نحاول أن نتقرب إلى رب العالمين وهو الذي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف، أنت هو الغني عنك وأنت الفقير إليه ويدعوك إليه، ولا تقنط من رحمة الله. ولمن؟ للذين أسرفوا.